بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. اليوم وليت لكم حبايبي بوصفة تاع بوراك باني بزاف بنين ومليح بزاف في رمضان. يعني يجي مقرمش ويجي بزاف بزاف خفيف بواحد الوحش وبزاف اقتصادي، خاصة للعاملات اللي ما عندهمش الوقت. وإذا كان عندك شغل ودخلتي دقيقة الأخرانية للدار راح يسلكك هذا البوراك، يعني الحشو هذا راح يسلكك. واما طريقه البوراك هذا باني راح تعجبهم بزاف في الدار، انا وحده وليت مدمنه عليه. الاولانيه نبداو بالحشو ديالنا اللي نسقوا فيه 2 كويير كبار تاع فرomاج فوندو ولا 3 كويير، يعني سا ديبون لو نومبر تاعك اللي في الدار. وهذا راح يساعدكم بزاف خير من فرomاج بورسيون، باسكو هذاك يجي مربي وقد ما ديرو ما يكفيش. جرو تاع البيدون خير، برك جرو اون بون مارك. يا لو كان معليش ماشي فرomاج اون بريباراسيون فرomاجير تانيك تجي بنينه، برك اون بون مارك. كيما شفتوني حللته مليح بالمغرف. ابخي رحت زدت له هنايا اون بواط تاع طون الويل، يعني تاع الزيت. وهنا يا حباباتي واش عندكم في الدار زيدولو. انا زدت له زيتون كحل، زيتون خضر، هذا واش كان عندي في الدار وحركته. لا عندكم مايز هنا زدت شويه معدنوس، لا عندكم مايز، لا عندكم اي اضافات اخرى حبيتوا تزيدوهم زيدوهم، يعني الحشو اللي تحبوه ديروه. حركت كامل لي زانغريديون مع بعضهم حتى نعطتني هاد لافارس اللي بزاف بنينه. صدقوني هاد الطريقه تاع ديروا تخلطوا لي زانغريديون كامل مع لو فرomاج بزاف بنينه، خير ما ديروا لي زانغريديون هادوك الاخرين وحدهم وديروا زعما تبقى هكذا صغيره تاع الفرomاج. جربوا هاد الطريقه، لازم الفرماج هادوك تحطوا فيه الفيونداشي ديالكم ولا الطون مع لي زانغريديون الاخرين، راح تجيكم بلو بون. والله صدقوني جربوها وراح تعجبكم بزاف. هنايا انا رحت قسمت الورق تاعي تاع ديول اون دو، رحت حطيت الحشو ديالي وروليتهم كيما نرولو البوراك تاعنا عادي. دخلتهم في البيض، ابخي رحت دخلتهم في لا شابلور. انا لا شابلور زدت لها شويه سانوت، تقدروا تزيدوا لها جلجلان، تقدروا تزيدوا لها زريعه البسباس، واش تحبوا زيدوا لها. فريمون الحاجه اللي تحبوها زيدوها في لا شابلور، راح تعطي لكم بنه بزاف 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 هايله. ويعني تقدروا تشكلوهم دي تريانغل ولا كيما تحبوا الشكل، ماشي شرط ديروهم هكذا دي سيكار. رحت قليتهم في الزيت تاعي. الزيت ديروا شويه، يعني قسمه تغطى البوراكه ديالكم. واللي يسقسوني اسكو يجي شارب الزيت ولا ما يشربش كامل الزيت، صدقوني الزيت ما عنده ولا علاقه تاع يشرب الزيت. سخنوا برك الزيت ديالكم بيان، ابخي ديروها النار متوسطه عادي، وقلوهم باش تجيكم هذيك لا كولور شابه دوغي. قطروهم في الكسكاس ديالكم، ماهمش كامل حيجوكم شاربين الزيت. جاو بزاف بزاف هايلين، عجبوهم في الدار. يعني انا كي نقول عجبوهم في الدار، راسي وراس الطباخ، يعني الزوج هو اللي عجبوه، وانا وحده عجبوني تانيك. جربوا هاد الوصفه حبيباتي واعطوني رايكم فيها كي العاده. والعوايد اذا عندكم اقتراحات خلوهم لي في لي كومونتير. دعموني حبيباتي بجام كومونتير وفعلوا الجرس باش غنحط وصفه تلقاوها. الى الملتقى ان شاء الله.